الملكية الشائعة وانقضاء الشيوع بالقسمة القضائية العينية. إن دعوى القسمة لا تكون مقبولة إلا إذا رفعت على جميع الشركاء، وذلك ما تقضي به نص المادة 724 من القانون المدني، وأن إدخال باقي الشركاء على مستوى جهة الاستئناف لا يكفي لتصحيح إجراءات رفع الدعوى. إذن القاضي هنا راح يحكم ببطلان إجراءات رفع الدعوى، وفي هذه الحالة لا يكون قد انتهك أي قاعدة قانونية. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن قضاة الموضوع أمامهم حلين: الأول منصوص عليه بالمادة 724 من القانون المدني، إذا كان المال يقبل القسمة عينا عينت المحكمة خبيرا وكلفته بمهمة تكوين الحصص ثم تجري القسمة بطريق الاقتراع، راح يديروا قرعة بيناتهم. أما إذا تعثرت القسمة عينا طبق الحل المنصوص عليه بالمادة 728 من القانون المدني، وذلك ببيع هذا المال بالمزاد العلني. وحسب ما تقضي به المادة 724 من القانون المدني اللي رجعنا لها، التي تقضي أو تنص على أن يتم رفع الدعوى في حالة ما إذا رغب أحد الشركاء في المال الشائع الخروج من حالة الشيوع على باقي الشركاء الآخرين، وأن الدعوى التي ترفع على البعض دون البعض الآخر يترتب عليه عدم قبولها لانتفاء الصفة، لأنه في هذه الحالة لا تثبت الصفة إلا لجميع الشركاء مجتمعين، وقبول الدعوة في غياب بعض الشركاء يعد انتهاكا. وشكرا.